السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أجمل متابعين؟ يلا نعمل عصير مانجا بالنعناع. عصير مانجا بالنعناع جميل وفريش، عصير ممتاز، والمانجا دلوقتي حلو والنعناع كمان موجود. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين ورجاء. اشتراك للقناة وحط لايك للفيديو. من النهارده مش هتشتري عصير من بره، مش هتجيب عصير ليك ولاولادك، تعمل عصير في البيت. احلى عصير مانجا بالنعناع، هتجربيه على ضمانتي. عصير ممتاز، مفيش اي مواد حافظه، على الاقل مضمون ليكي واولادك. على خير نبدا الفيديو بتاعنا. نبدا الفيديو بتاعنا. هنا معايا قطعه من المانجا، ومعايا كمان زهره من النعناع، ومعايا هنا سكر، معايا هنا كوبايه من الميه في شفشق الخلاط. انزل الاول بالسكر ده على حسب الرغبه. انزل بالمانجا بتاعتي، معاها زهره من النعناع. حطينا هنا ميه وقطع من المانجا وكمان زهره من النعناع، وهنضرب كده في خلص العصير بتاعنا. عصير سهل وبسيط ومن غير مفيش اي مواد حافظه فيه، على الاقل انت عاملاه في بيتك لاولادك. احلى عصير مانجا بالنعناع، صدقوني مليون صدقوني لو جربتوه صراحه والله هتشكروني عليه. عصير مانجا بالنعناع. العصير مع بعضينا، عصير المانجا بالنعناع عصير فريش وعصير جميل منعش، حاجه حلوه في الصيف. المانجا حلوه دلوقتي في الصيف وسعرها حلو، يعني ممكن نجيب نخزن، ممكن نعمل عصير لينا واولادنا، على الاقل مفيهاش اي مواد حافظه. صراحه جربوا العصير ده، مش هتشربوا عصير من بره تاني. عصير جميل قوي. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حطوا لايك واشتراك للقناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فضلوا معنا العصير الجميل الحلو.